ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا اسراء، ودي قناة استرسالات اسراء، وهنا مع بعض بنفتح بوابات الروح وبنسمح للطاقات تتكلم، لان مش كل الرسائل بتتقال، بعض الرسائل بتتحس. بس كل استرسال هنا هو رحلة وعي بنسمع فيها اصوات الارواح، وبنفهم الاشارات اللي بتقودنا لطريقنا الحقيقي. النهاردة معانا طاقة جديدة ومعانا استرسال جديد، وطاقة النهاردة اللي أنا حاساها منكم هي طاقة مليانة حنين 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 حنين، فجأة كده بيجيلكم من غير ما يكون ليه سبب. آه واضح انكم بتفتكروا لحظات قديمة جدا، بتفتكروا ذكريات مع ناس كانت قريبة منكم جدا جدا. شايفة ان يمكن يكونوا اصدقاء بتفتكرهم، او حتى اشخاص منكم، يعني من دمكم من عيلتكم. انا شايفة ان الاشخاص دي ما بقتش موجودة معانا، يعني رحلوا من الدنيا، ولكن لسه سايبين اثر كبير جدا جدا جواكم. حاسة ان فيكم ناس بتقولوا يعني بينكم وبين نفسكم يا ريت الايام دي ترجع تاني، او يا ريت اللحظات دي تتعاد تاني. يعني كأني روحكم كده بتفتش على دفى او احساس جميل كانت بتحسه في الماضي. في كمان هنا طاقة شوق حقيقية وكبيرة جدا لشخص معين، شخص انتوا كنتوا بتلجأوا في الاوقات اللي كانت الدنيا ممكن تبقى مش احسن حاجة معاكم، او اوقات كانت صعبة جدا. دلوقتي كأنكم كده بتقولوا لنفسكم لو كان موجود الشخص ده كنت حكيت له، لو كان جنبي دلوقتي كان طبطب عليا، كان هيقويني، كان هينصحني اعمل ايه، اتصرف ازاي. برضو روحك بتفتش في الماضي. في ناس هنا انتم مفتقدينهم بشدة الايام دي، ممكن تكون ام، او ممكن يكون اب، او جدة، او حتى زوج او زوجة. شايفاكم بتعيشوا حالة استرجاع ذكريات كده، مشاعر كانت نظيفة جدا وكانت بسيطة جدا. يمكن الاوقات دي كنتوا لسه ما شفتوش التعب اللي انتوا شفتوه دلوقتي بعد ما الناس دي ما بقتش موجودة. حاسة ان قلبكم بيقول انا نفسي ارجع احس بالراحة دي تاني. انا حاساكم كمان عايزين تطمنوا على الناس دي، عايزين تطمنوا على الاشخاص دي، هل هم امنين دلوقتي ولا لا. يمكن تكونوا حلمتوا بيهم، او كنتوا متعودين انهم بيزوروكم في المنام، واتقطع فجأة التواصل او الزيارات دي بقالها فترة ما بقتش بتحصل، فانتوا قلقتوا. انتوا نفسكم تشوفوهم تاني، وشايفة فعلا ان ممكن يكون في احلام الفترة الجاية بالروح دي تاني اللي انتوا عايزين تتواصلوا معاها النهاردة. ما تقلقوش، يعني لو التواصل ده اتقطع لفترة ما تقلقوش، كل ده الحكمة. أه خليني اقول لكم ان الروح ساعات لما بتشتاق قوي قوي وبتكون في لحظة اشتياق شديد جدا، بتفتح باب بين العوالم من غير ما احنا نحس. وده هتحسه انك فجأة هتشم ريحة الشخص ده، او تسمع كده الكلمة ترن في ودنك هو كان دايما بيقولها، او حتى الاحلام المتكررة بيه. ده كله ما بيكونش صدفة، دي الروح اللي بتزورنا لما بنكون محتاجينها فعلا. تمام. الطاقة دي اللي انتوا فيها دلوقتي، الاشتياق او الحنين، ده مش ضعف. لان في ناس منكم حاسة ان هي ضعيفة الايام دي، او حاسة ان هي
حاسة بحالة خذلان كده. ف يعني ما تحسوش ان ده ضعف، او ما تحسوش ان انتوا مخذولين عشان الناس دي مش جنبكم. هو بس روحك بتتنفس الايام دي، بتتنفس حنين، والحنين ده دليل ان انت لسه بتحس، وان انت لسه جواك حياة. انت شخص وفي، بس في نفس الوقت الطاقات اللي جواك دي محتاجة انها تتفك وتتنظف بهدوء. لان احنا لما بنفضل جوه الذكريات كتير وبتكون بطريقة سلبية، بنحبس نفسنا في لحظة في الماضي، وبننسى ان الحياة لسه مستمرة ولسه محتاجين نكملها. فما تحبسوش نفسكم جوه الذكريات دي بطريقة سلبية، يعني بحزن شديد. لا، ما تحزنوش بالطريقة دي. فكوا الطاقة دي. آه، يعني محتاجين ان انتوا تخرجوا للشمس على قد ما تقدروا. عرضوا جسمكم للشمس، او افتحوا شبابيك بيتكم او شبابيك اوضكم وخلي الشمس تدخل البيت عندكم. خدوا نفس عميق جدا واستقبلوا الشمس دي على جسمكم وعلى وشكم. الشمس مش بس ضوء، هي طاقة كبيرة جدا وطاقة قوية جدا، بتغسل الروح من الثقل اللي هي بتبقى حاسة بيه. بتخليكم تحسوا انكم احياء فعلا، وان اللي مشي هو لسه حواليكم ولكن بطريقة مختلفة. دي طاقتكم دلوقتي، او الطاقة اللي وصلالي منكم واللي انا حساها بقوة. يلا بقى نسمع استرسال من الروح اللي عايزة تتواصل معاكم النهاردة. ولكن حابة انوه عن حاجة بسيطة حسيتها ان هي هتحصل، يعني هتحصل معاكم، في ناس هتحسها. ممكن تحسوا ان الرسالة دي مش بس جاية من شخص مش في الوجود او مش في الحياة دلوقتي. لا، هو ممكن تحسوا بجملة او جملتين، او ممكن تحسوا الرسالة كلها من شخص هو موجود معاكم، ولكن ممكن يكون مفيش تواصل في الوقت ده. انا حبيت انوه علشان حسيت ان في ناس هتحس ان الرسالة دي من شخص هو موجود دلوقتي، مش شخص متوفي ولا حاجة. اوكي، فيلا ناخد نفس عميق ونقعد في مكان هادي، ونستقبل الرسالة ونشوف الشخص ده عايز يقولك ايه النهارده. انا حاسس بيك، حاسس بالحنين اللي جواك ليا، حاسس ان انت محتاج تحكيلي زي زمان، او حتى كده تقعد جنبي وانت ساكت وانا طبطب عليك. انا عايزه اطمنك عليا، انا كويس جدا. انا يمكن غبت بجسدي، بس انا ما بعدتش عنك. كل مره بتفتكرني فيها انا فعلا بحسك. انا شايفاك الايام دي بتحاول تبين ان انت قوي، بس ليه شايفه ان في وجع جواك مش عارف تخرجه. ما تقلقش، انا كنت عارفاك كفايه اصلا من غير ما تتكلم، فطبيعي ان انا افهمك دلوقتي وحاسه بيك. ما تتقلش على نفسك، ولو بتفكر ان انت كنت قصرت في حقي،
أنا بقولك أنت مقصرتش أبدا أبدا في حقي، بالعكس، يمكن أنا اللي كنت أوقات كتير ما بعرفش أطبطب عليك كفاية، أو كتير معرفتش أقولك إني بحبك قوي. أنت كنت خير ونور، ووجودك في حياتي خلاني أهدى وخلاني أجمل. أنا عايزاك تسمعني كويس، أنا مش عايزاك تفضل حابس نفسك في الماضي. الحنين طبيعي، طبيعي تحس بيه، بس الحياة لسه فيها حاجات كتير مستنياك. ما توقفش الفرص اللي بتجيلك علشان تجربة حصلت زمان. مفيش حاجة راحت هدر، ولا لحظة ضاعت، ولا محبة راحت، صدقني. كل حاجة كانت ضرورية علشان تكون الشخص اللي انت عليه دلوقتي. عيش وسافر وتحب وافرح، اعمل كل حاجة اتحرمت منها زمان، بس بطريقة صح. سامحيني لو اجبرتك تعملي حاجة انت مش عايزة تعمليها. اللي انت شايفاه صح دلوقتي اعمليه، واللي انت بتفكري فيه وهيكون راحة ليكي خدي الخطوات ليه واعملي، ما تفكريش كتير. مش لازم تحس بالذنب عشان انا مشيت. انا مشيت في وقتي، وكل حاجة كانت مكتوبة. ما تبكيش وما تحزنش لما تشوف اللبس بتاعي قدامك. ما تقفلش عليه وانت حزين، طلعه وشمه واحضنه، وانا هبقى جنبك في اللحظة دي. لو تقدر طلع النور اللي جواك للناس. ساعد الناس على قد ما تقدر. اللي هيجي يطلب منك مساعدة ساعده على قد ما تقدر. احكيلي كل اللي في قلبك، اتكلم معايا، واتكلم واتكلم. انا بحس بيك. بس ما توقفش حياتك. مهما الوقت عدى انا مش بعيد، انا دايما قريبة منك اكتر ما تتخيل.